بداية بالسعادة الدكتور عبد الله الرئيس ممثلا لصاحب السمو الشيخ سلطان الحكيم، معالي الوزير الاستاذ الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، الحضور الكبير العظيم اللي خضني ورئيس المهرجان القومي للمسرح اخويا وحبيبي محمد رياض. الحقيقه انا يعني مش هطول على حضراتكم، بس انا محتاج اقول حاجتين. اشكر بعض الجهات او الناس اللي وقفوا معانا، وبعدين هتكلم في اقل من نص دقيقه عن المهرجان. طبعا بشكر معالي محافظ القاهره الدعم الكامل لينا في هذا المهرجان. بشكر معالي وزير الثقافه على دعمه الكامل لينا في هذا المهرجان. بشكر الشركه المتحده للخدمات العالميه التي تبنت هذا المهرجان وتعاملته دعم شديد جدا. بشكر الهيئه العربيه للمسرح. بشكر شركاء النجاح اللي احنا شفناهم. بشكر الاعلاميه الكبيره الاستاذه جاسمين طه زكي اللي اصرت ان تاتي دون اي مقابل دعما منها لهذا المهرجان. بشكر هذا المسرح العريق اللي احنا واقفين فيه، والاستاذ حمدي بدر صديقي صاحب المسرح، وكل الاسره اللي شغالين معانا بقالهم 3 ايام ربطوا الليل بالنهار عشان يطلع هذا الحفل. بشكر اسره استاذي جلال الشرقاوي تامر وعبير على استضافتهم لهذا المهرجان. بشكر المنتجه اروى عبدوره استضافتها في مسرح المسيده والمهرجان. بشكر الجامعه الامريكيه العريقه على استضافتها لينا والدخول عملته معانا والدخول دائم معانا باذن الله. بشكر الاستاذ احمد فهمي والاستاذ هاني نجيب لان حفل الختام هيبقى ان شاء الله في مسرح موزمبيق مدينه الانتاج الاعلامي باذن الله. الاستعراض الاولاني كلمات طارق علي والحان احمد حمدي رؤوف، واستعراضات نسيت اسم مصطفى حجاج. احنا يعني ان شاء الله يعني المكسب الكبير طبعا زي ما قال نعم اخراج المبدع هشام عاطف، يعني ان شاء الله باذن الله زي ما سامح قال ان المكسب الحقيقي في هذا المهرجان هو الشباب. اكثر من 600 يعني شاب وفتاه، طبعا مش مقصود الشاب سواء في يعني اجيال يعني، انما ده مكسب حقيقي للحركه المسرحيه. وزي ما المسرح بخير والدنيا بخير، لان زي ما انتم شايفين المسرح يعود ويعود بقوه. يمكن شفنا الاقبال الكبير كان على المهرجان القومي للمسرح، المهرجان التجريبي النهارده في اقبال كبير، فالحمد لله المسرح بخير. انا بس عايز اقول حاجتين بسرعه. طبعا انا سعيد جدا بالورش اللي بنقدمها بالتعاون مع الهيئه العربيه للمسرح، وبشكر الاساتذه زملائي كلهم اللي موجودين، الدكتور سيد والدكتور علاء والدكتور عبيد وكل الزملاء اللي الدكتور مدحت، كل الزملاء اللي هيقدموا مجهود عظيم في الورش الابداعيه. لجنه تحكيم لجنه كبيره جدا جدا، يكفي ان على راسها استاذتي ورمز من رموز المسرح المصري الاستاذ الدكتور هدى وصفي. بشكر زملائي اعضاء مجلس اداره النقابه، مش كلهم. احنا ان شاء الله الدوره الجايه هتبقى في 4 مسارات. المسار الاول هيبقى فيه مسار لمسرح الطفل، مسار للمسرح الجامعي، مسار للمسرح المتخصصين اللي هي الكليات المتخصصه ومعهد الفنون المسرحيه الى اخره والجامعات الامريكيه، مسار للمحترفين، وكل مسار لوحده.
يعني كل مسار ليه لجنه تحكيم، ليه مسرح لوحده عشان نفصل القوات، ما نبقاش لجنه تحكيم يا عيني هتتعذب معانا 3 عروض في اليوم، لكن هنا هيبقى 4 مسارات. الخبر اللي انا فرحان بيه، يمكن النهارده كنت في اجتماع مطول بدري، قبل ما اقول الخبر اقول حاجه ثانيه، ان شاء الله احنا خدنا قرار في مجلس النقابه بعمل مهرجان للفنون الشعبيه، مهرجان كبير كده زي مهرجان الاسماعيليه اللي كنا بنعمله. ومين هيبقى رئيس المهرجان ده؟ الاستاذ اشرف طلبه هيبقى رئيس المهرجان. هنعمل مهرجان للتمثيليه الاذاعيه وهيبقى رئيس المهرجان الاستاذ ايهاب فهمي. هنعمل مهرجان لمسرح العرايس وهيبقى رئيس المهرجان المهندس وائل عبد الله. طب الخبر اللي انا سعيد بيه جدا 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 وهو اسكندريه. اسكندريه التي تستحق الكثير. انا مش اسكندراني بس بعشق اسكندريه. اسكندريه تستحق الكثير. فانتظروا مفاجآت في اسكندريه. واحنا رايحين 8 صباحا بكره باذن الله لو ربنا ادانا عمر عشان نبتدي نشتغل في تطوير المسرح اللي احنا خدناه. فشكرا اعضاء نقابتي، شكرا فنانين ومبدعين مصر، وانا طولت عليكم، شكرا لكم. شكرا دكتور اشرف زكي رئيس المهرجان.